عشان ما تتأذاش نفسيا، عشان ما تجيش تبقى مخنوق ومش طايق ومع اي تكه بعد كده تقوم جاي واخد سلوك انت تندم عليه بعد كده. لا، 6 خطوات سهله وبسيطه في طريقه التعامل هتساعدك كتير. اول حاجه في اسكاتهم وكمان احراجهم وتمنيهم. انا عايزين الحته دي، يا ريتنا ما اسأنا اليهم، يا ريتنا ما فكرنا ان احنا نقول عليهم الكلام ده. وانت هادي وعامل دماغ بيس تمام جدا مع نفسك واتزان انفعالي وذكاء وجداني، حلو الحاجات دي اشتنا كلنا، ده مهاره. اوعي تنسوا اللي قلنا اول الحلقه، مهاره يعني سهل اكتسابها والتعود عليها. اول خطوه قبل ما نقول عاوزك تركز كده في الموقف اللي فعلا عدت عليك وضايقتك وتم احراجك فيها وحرق دمك فيها، بس انت ما ردتش ولا اخدت موقف وتكررت الاهانات بعدها 5 6 7 مواقف، وبعدين اكتب كان ممكن ترد بايه. والله يوم 1 2 3 ده الموقف الفلاني مع فلان ومع فلان وفلان ده بقى عامل لي ازمه،